مزيكا. ايوه المعلم مزيكا جاب لي حمامتين معصفرات محمد بقول عليهم جمعيات ينفع؟ بص يعني انت راجل غاوي، بص عندك بص المحبه يا جدعان، بص المحبه يا جدعان بتاعت السوق بتاعت حلوان، هي دي اللي انا بحاول. خلي بالك اقسم بالله الناس اللي متسافره متغربه بره بتتمنى الفيديو ده اللي هي تكون في وسطينا. اسمع مني يا عم محمد، انت راجل كبير واكيد متغرب، انا جربت الغربه. فيديو لما بينزل من كده كل اخواتنا وحبايبنا المغتربين بيشوفوا الفيديو من بدايه الجوله بتاعتنا في احلى سوق حلوان، زي ما انتم معانا متعودين على التميز والاختلاف. انا كنت عاوز اخليها لكم مفاجاه، بس عم ابو ايمن دي معزه عندي خاصه وهيحرق لي المفاجاه. صبح الاول على سمير. صباح الفل يا سمير، احلى صباح عليك يا سمير، نهارك ابيض ان شاء الله. عم محمد صباح الفل يا باشا. بقول لك ايه يا سمير، عم احمد خطفني وقال لي في مفاجاه حلوه قوي وجميله، غيه 10 في 10 بتاع اخونا احمد العرباوي. هو اللي عامل الشبكه بتاعته، شبكه 10 في 10. ايه رايك بقى ايدك معانا كده؟ بسم الله، تعالى ايدك معانا كده يا سمير، امسكها بس حتى وروح الفرشه بتاعتك. ايه رايك؟ بسم الله ما شاء الله. اهو يا جدعان، اهو الراجل بيوريكم وفردها اهو، بحيث اللي هو عاوز يعمل لكم فرجه. السلام عليكم. ازيك يا عم ابو ايمن؟ عامل ايه الاخبار؟ الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب لصاحبها واخونا احمد العرباوي. صباح الفل يا ابو عرباوي، عامل ايه الاخبار؟ ازي صحتك؟ انت ميعاد التسليم بتاعك النهارده يا عمك ابو ايمن. تعالى بقى قول لي التفاصيل كده للامانه، قول لي حاسبك المتر بكام، وقلت له قبلها بقد ايه، بحيث ان دي حاجه بالنسبه لنا مختلفه. غيه 10 في 10، هو اللي عامل الشبكه بتاعتها غيه في 10 في 10. تعالى يا احمد وانا هنطقك يا احمد، تعالى. انت ايه يا عم، في ايه؟ تعالى يا حبيبي تعالى. ازيك يا معلم احمد؟ اخونا احمد العرباوي، عرف نفسك لاخواتنا وحبايبنا برضو. السلام عليكم يا رجاله. احمد ابو عباس من عرب راشد، احلى عرب راشد في الدنيا، واحمد ابو عباس احلى عربويه في الدنيا. عرب ايه بقى؟ مغاربه قد الدنيا كلها، قد الدنيا كلها. انت اخويا وحبيبي، وكنت عاوز اخليها مفاجاه الغيه بتاعتك 10 في 10، بس عم ابو ايمن قال لي انا اللي عامل الشبكه بتاعتها. هو قال لي والله انا عايز، فعشان كده هنبوظ المفاجاه بتاعته. انا عليا ما كنتش عايز. فاسمح لي كده، عملت مكلمه عليها بقد ايه وصرفت قد ايه؟ من 4 ايام. من 4 ايام، يعني جيت له هنا من 4 ايام وقلت له انا عاوز شبكه القمرايه عندي 10 في 10. للامانه من بقك انت، هو كده عنده مصداقيه. حسب لك المتر بكام؟ والله هو كله قال لي عليها 740 جنيه. 740. بس هو يعني عمل معايا واجب. قال لي ما تجيبش سيرتها، بس هو الراجل عمل معايا واجب احسن من اللي بره بكتير. تمام. هو كده يعتبر حسب المتر اللي الزبون بكام او من غير الواجب بتاعه. والله انا مش ده اللي انا اعرفه بقى من عم احمد. ربنا ان شاء الله يجعلها فتحه خير عليك ويرزقك خيرها ويكفيك شرها، وان شاء الله بامر الله. وعد مني ووعد من حضرتك، بعد ما تخلص خالص الغيه 10 في 10 عندنا في حلوان، هنروح على عينينا يا احلى عرباوي في الدنيا. صباح الفل يا باشا. حبيبي يا حاج ايمن، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ تعالى بقى نتكلم في موضوع شبكه القمرايه دي، عشان هي بالنسبه لنا هتعمل بوم. يعني هتعمل الغيه دي، هتعمل بوم في كل حاجه، في الطارات بتاعتها وفي شبكه القمرايه. اشتغلت في شبكه القمرايه دي انت ووالدك ولا والدك بس؟ تمام، انتوا الاثنين اشتغلتوا فيها مع بعض. تقريبا خدت منكم قد ايه؟ يعني يومين. خدت يومين. اللهم صل على حضره النبي، اللهم صل على النبي. احلى ايمن في الدنيا. وايمن يا جدعان برضو قليل الكلام، هنخش بقى على المتحدث الاعلامي بتاعنا عم ابو احمد او عم احمد، عم ابو ايمن. احلى صباح عليك. وجيت لك كذا مره كنت انت تعبان. احلى صباح عليك يا باشا. وانا فرحان جدا ان بقى في هوايه تقيله في حلوان، وبدات العيشه تكبر في حلوان، وبدانا في احمد ابو عباس عامل عيش 10 في 10. اول مره انا من 21 سنه اعمل شبكه 8 في 8. تمام. لغايه حمام. تمام. انا عملتها للملاعب، لجميع الملاعب، انما غايه حمام اول مره اعمل شبكه 8 في 8. ما شاء الله ما شاء الله. فربنا يجعلها فتحه خير عليه. وان شاء الله بعد ما يرفع الجناب ايمن الزمار اللي هو ابني هيروح يركبها بامر الله. هتبقى تركيبه ايمن. تمام. ودي شبكه 8 في 8، وانا عملتها له بسعر الجمله مش بسعر الشطاعي اللي هو الشبكه 2 في 2 والكلام ده. تمام. لان هي واخده 8 في 8 ب 56 متر. ما شاء الله. انا ببيع المتر في متر ب2 بيبقى 20 جنيه. تمام. لو انا ضربت له في 56 في 20 هتعمل معاه مبلغ. تمام. فانا عملتها له بسعر التكلفه، جبت الخيط وخدت منه مصنعيه، لان الراجل ربنا يعينه عليه ويجعلها فتحه خير عليه. بسم الله ما شاء الله. مين بقى اللي هيركبها عند اخونا احمد العرباوي؟ ايمن. بالله عليك يا ايمن، وانت رايح
توعدني اجي معاك بحيث بعد ما تركبها برضو تاخد شغلك براحتك وتخلص الوايرات بتاعتك، تخلص الحلقان بتاعتك، قول لي عملتها ازاي وركبتها ازاي بحيث علم ينتفع به الناس. غيه كبيره بسم الله ما شاء الله لشبكه الامراء، بس عشان هي لسه ما جهزتش كبيبان. انت عليك عفريت اسمه ابو هوجل. تمام، توعدنا كابتن ايمن ان شاء الله بعد الحمد لله ما خلصت جيش بقى وفاضلنا دلوقتي خدمه الحمام، توعدنا ان شاء الله وانت بتركب شبكه الامرايه والطراد لاخونا احمد العرباوي نصور انت عملت ازاي وعملت كل ايه، بحيث اي حد علم ينتفع به الناس ممكن يجيبك في شغلانه عنده، او ممكن هو يجي الحاج هنا تعمل له شبكه الامرايه. كلفت كام يا عم احمد المتر عندك؟ بيبقى لو شبكه مثلا 2 في 2 اكيد غير سعر مثلا 5 في 5. لا اكيد غير في 10 في 10. 2 في 2 غير سعر 5 تمام. في 5 غير اما بعدي بعد كده بعد ال 5 في 5 انا بحسبها له جمله، لان لو عدت امتار معاه هتعد فلوس معاه. تمام. انا ببيع المتر في متر ب 20 جنيه. ايوه. يعني 56 متر في 20 56 متر في 20 هتعد مبلغ معاه. تمام. انا عامل له الشبكه دي ب 500 جنيه. ما شاء الله ما شاء الله. هو راح لناس قالوا سأل لهم بقى، قالوا له كتير، قالوا له قليل، الله اعلم، بس انا حسيت بظروفه وعملتها له ب 500 جنيه. تمام. انا سايب له من ثمنها 150 جنيه ده عشان برضه تشجيعا للغواي وتشجيعا لايه لكل منتشر وبيكبر غيره. تمام يا عم. تمام. وربنا يجعلها فتحه الخير عليك فيها شر العين. الله يبارك لك الله يبارك لك. وان شاء الله هو جاب لك المقاسات يا عم احمد وانت اشتغلت على المقاسات بتاعه احمد العرباوي ولا بعت ايمن يرفع المقاسات؟ لا هو لسه ما رفعش جناب، هو قال لي انا عندي الشبع العشه 8 في 8. انا ببقى عارف الطول العرض بتاعي هياخد قد ايه وبقسم الطول بتاعي العرض بتاعي وببدا اشتغل معاه فوق. يعني هو لسه ما عملش العرق من فوق، رفع الطبليه. هنعرف من احمد دلوقتي جايب الشبكه قبل ازاي الطبليه وقبل المقاسات، هنفهم منه القصه دي. هو خلص الطبليه والمفروض بعد كده الاربع جناب وبعد كده العرق من فوق اخد المقاسات بتاعتي. صح كده؟ لا انا باخد المقاسات بناء على ان هو العشه 10 في 10. تمام. بيقول لك احمد بيقول لك العشه خلصت اهي. العشه خلصت. متر في متر نشيلهم يبقى مترين، نشيلهم من ال10 يدوني الصف بتاع القمرايه من جوه 8 في 8. ارفع ايدك. ماشي. ارفع ايدك يا فندم. القمرايه 8 ارفع فوق كده وارفع. تمام. ارفع من النص كده. ورينا بقى عم احمد كده، امشي معانا كده جوله كده، خدنا بسم الله ما شاء الله اهي. عم احمد عاوز يعمل لنا فرجه اهي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. الله اكبر. غيه 10 في 10 يا جماعه، شبكه القمرايه بتاعتها اهي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله عليها. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي عليها، الله اكبر. ربنا يجعلها فتحه خير عليك عرباوي، بسم الله ما شاء الله، وربنا يرزقك خيرها ان شاء الله. شبكه قمرايه يا جماعه 10 في 10. عم احمد ابو ايمن بيقول لي ابو هوجه انا عاوزك تصورها لي عشان انا ما عملتش المساحه دي قبل كده او المتر ده كله. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهي، الله اكبر. شبكه القمرايه 10 في 10، ربنا يرزق صاحبها الخير يا رب. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضره النبي. الف مبروك يا عرباوي، وتسلم ايدك يا عم ابو ايمن، تسلم ايدك، الله يبارك لك انت والكابتن ايمن، تسلم ايدك يا ايمن. بسم الله ما شاء الله. شبكه قمرايه ممتازه جدا جدا جدا، وربنا يكرم صاحبها الخير يا رب. ودايما متشكرين ليكم طالما بتخدموا الحمام، على راسنا من فوق، كتر الف مليون خيركم، ومتشكرين جدا جدا ليكم، وتسلم ايديكم مره ثانيه، الله يبارك لك. حبيبي يا عم ابو ايمن، عاوز تقول اي حاجه في الاخر؟ يا حبيبي عاوز تقول اي حاجه في الاخر؟ ربنا يوسع على كل غاوي، الله يبارك لك، وكل مبتدأ، وربنا يصلح حال الجميع. وزي ما احنا قلنا في بدايه التصوير قبل كده معاك ان الغايه كويسه والغواي وتربيه الحمام مش وحشه، وربنا يصلح حال الشباب كله ويعتبرها فتحه خير عليه ان شاء الله. والغيه دي بالنسبه للشبكه دي انا بلغت صاحبها لازم تتعمل على شدادات تختلف عن العشه، الشبكه 4 في 4 او 2 في 2 بالظبط كده. كل الكلام ده كله اللي احنا هنشوفه ان شاء الله لما تركب. وتسلم ايديك يا عم احمد، وكتر الف خيرك، وجمعه مباركه علينا وعليكم ان شاء الله. دي هتبقى تركيب ايمن، الله يبارك. ما ايمن قال لي بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي اهو، اسم العرباوي اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ربنا يبارك لك فيها يا حاج احمد، ربنا يبارك لك فيها. السلام عليكم الاول يا حاج علي. روميو صباح الفل يا حاج، اخبارك ايه؟ امال سمير فين امال؟ ما هو كان ماسك معانا شبكه الاماره وبعد كده خلع. نهاركم ان شاء الله ابيض ونهاركم كله رزق. احلى صباح عليك يا حاج علي، احلى صباح عليك يا باشا، نهارك ابيض، الله يبارك لك.
الف مبروك يا حاج احمد. والله صورت وانا عارف احمد. انت مستعجل ليه كده؟ اسمك ايه الاول؟ محمد. منين يا محمد؟ احسن محمد واحسن عرب راشد في الدنيا اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي اهو. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين روح الحلوانيه، هي دي روح الحلوانيه. وعم ابو ايمن عملها له بكل حب ومحبه، والراجل متحمس جدا. بيقول لي ابو هوجن خدت مني شغل كتير قوي وخدت مني تعب، لازم اللي انا اثبت اللي هي بسم الله ما شاء الله انا تحت امر غاوي، لان هو بيخدم الحمام وبيقول لي دايما طالما حد بيخدم الحمام انا تحت امر الغاوي. مش كده يا عم ابو ايمن؟ ان شاء الله. تسلم ايديك يا حاج وكتر الف خيرك. شجع الشباب، الله يبارك لك. طالما ماشي في السليم الله يبارك لك. الله يبارك لك. تسلم ايديك. ربنا يكرمك يا ابو هوجن ويجعلها فتحه خير علينا. ماشي نارك ابيض. ربنا يبارك لك. بنسلم على الهواي كلهم وحلوان والتونسي والسيده عائشه وكله. الله يبارك لك. ربنا يكرمك. الله يبارك لك. الله يخليك. نارك ابيض يا محمد. ربنا يخليك. صباح الفل يا اخويا. عامل ايه يا باشا؟ ايه الاخبار؟ نتعرف على اسم الكريم؟ ابو زيد يا باشا. ابو زيد. حبيبي ابو زيد. انا احمد برضو من منطقه العرب. احمد عباس. تمام. ماشي. فاحمد عباس يعني ربنا كرمه وعمل العشه وظبط المجال. ماشي. ما شاء الله. بس معلش واحد عندنا بيحب والف بيكرهه وكل الغاويين مش عايزه العشه تكمل. ماشي. بس الرجاله بتوع احمد عباس اخواته الصغيرين كلنا فرحانين له وكلنا لا ثواني ما تخطفنيش. ما اختفكش يا باشا. ليه؟ طالما واحد على سطحه وبيعمل حاجه مؤمنه مش عاوز حد جنب منه يعملها. ليه؟ عشان هم ما بينشوش ذكور اصول. ماشي. احمد عباس بيفتح للذكر باصول. تمام. ماشي. فعندنا اكتريه الغاويين كله ايه بيخبس على فرد الحمام. تمام. انا عايز اقول كده. اتفضل يا اخويا. الراجل ده غاوي. اسلام شاكوش طبعا عارفه. اسلام شاكوش عارفه. بس هو مبطل حاليا. بس يا ريت كل الغاويين في العرب بتمشي زي الراجل ده اصلا. هو انت خدت الاربع تجناب بتوعه؟ لا. ما هو عنده غيه الله اكبر كان 8 في 8. انا كنت واخد منه جناب زمان كان ده كان لسه ما عملهاش. تمام. يا ريت كله يمشي عندنا في العرب ولا زي الراجل ده. انت محمل ليه كده على اخواتك في العرب؟ ثواني لسه دلوقتي اخويا محمد بيقول لك واحد بيحب و10 بيكره، واحد الا كده. بقى الراجل ده اللي يقول لك انا لا ثواني بس ثواني، احنا عاوزين نقدم رساله لكل اخواتنا وحبايبنا الحلوانيه. انت دلوقتي بترفع غايه جنب مني ارحب بيك واجي ادق معاك فيها. الكلام ده عندنا يا ابويا. ما في لا احترام لكل الغواه. ثواني بس احترام لكل الغواه. احترام لكل الغواه. بالراحه يا عم احمد. انت بتشوف ايه اللي مزعلك او ايه اللي مضايق الراجل ده منك. اسلام مثلا جارك، نتكلم على اسلام عشان وش. وانت يا سيدي في عرب راشد. تمام. جارك واحنا الاثنين غواه بقى وعارفين القصه ايه. اللي بيزعلني منك فرد حمام. ولا انا مش غلطان؟ ثواني بقى يا عم احمد. ثواني يا عم احمد. اللي بيزعلني منك فرد حمام. ماشي. لو انا ضربت لك فرد حمام وقلت يا جدعان انا خصم مع الناس كلها احتراما وخصم في الجو فوق. ايوه وحبايب تحت واخوات وترمي نفسك على اسلام ويرمي احمد واسلام يرمي نفسه على الصعيدي. واخونا مجدي مزيكا نفس النظام برضو. يا مزيكا بعد اذنك احضرنا بعد اذنك في الكلمتين دول عشان في كلمتين عامة زعلوني انا. اقول لك على حاجه. اخونا احمد دلوقتي بيرفع غيه الله اكبر 10 في 10. فبيقول لي يا ابو هوجن، طب بعد اذنكم يا شباب بس، بيقول لي يا ابو هوجن واحد بيحب و10 بيكره. ليه دي؟ فبقول له يا احمد اكيد طالما اسلام جنب منك نتشبه على اسلام، واحمد دلوقتي في عرب راشد جنب مزيكا. احمد الغالي اللي يزعلك منك ومش عاوز يرفعك. ملك الغالي في وش زيك زي كده مثلا. حلو. اللي يزعل منك ايه؟ فرد حمام. صح كده؟ فرد حمام. احنا بنقول خصم في الجو في الشارع ايه؟ حبايب اخوان. بس فاحمد دلوقتي متحمل قوي شويه على جيرانه، عاوزين نقدم لهم رساله بالمحبه وبكل ذوق. الراجل ده بيرفع داير 10 في 10 الله اكبر عليه. قول انت رساله للجيران بتاعت احمد وكل الحلوانيه اللي هنا وحتى البره حلوه. يا عم الناس كلها على دماغنا. تمام. حسب ما معاملتك مع الناس هتعاملك. تمام. مش هقدر اقول لك كلمه اكتر من كده. انت نعرف مشكله احمد الاول. ايه مشكلتك يا احمد مع الجيران اللي حواليك؟ مشكلتي ان انا بقول لك مفيش غاويين زي بره بتقف مع بعضها. انا عملت الخيه دي كلها بالفلوس. مفيش غاوي. يمكن الراجل ده هو اللي قلب الغاويين كلها. قال مبروك ما بتعني. وكل واحد بيتكلم في ضهري بيطلع في ضهري كأن انا بصرف من جيبي. تمام. الحمد لله بفضل الله الدنيا كلها عارفه احمد ابو عباس ممكن اموت نفسي على اي بلد خلق ربنا وما بسيبش حد. مش موضوع الحمام ده خالص. الحمام ده انا عامله
هوايه، انا ما بفرخش للمزاج. انا عمري ما فرخت للمزاج تمام. ده يعرف تمام. انا بجيب للمطار بس عملت اكتر من 120. ما هي دي سبب المشاكل كلها. وثانيه وثالثه. ما هو انت لو بتفرق ما حدش هيزعل منك، لكن هي دي سبب الزعل. زعلنا حاجه واحده، ولا ايه يا شاكوش؟ مش قادر تعمل معايا. قول ما تركز معايا كده عشان الناس بتتفرج علينا. الراجل ده مش موجود حاليا، مش عامل عيش. تمام. بس اول ما شافني شغال قال لي الف مبروك. تمام. مفيش غيره اللي قالها. وبعد الغاويين اللي هم بقى بره لكن كل واحد يجيب سيرتي انا في الظهر على الغيه. طب ما تقول الله يبارك لك يا عم مبارك ما بتعمل، وانا لما بعمل حاجه حلوه لاسلام والمجد والده ولكل اللي في العرب، مش لاحمد ابو عباس بس. لو فكره لو طلعت غيه من عندنا هنا في حلوان، غيه 10 في 10. احترامي ليك بقى، هو اسلام اهو اخويا وشقي. لما بيجي يدق غيه احنا ناس نجارين ما بندقش نفسنا، بنجيب ناس تدقها بفلوس وبنقف نلمح عليهم. ماليش دعوه فلان جالي علان ما جاليش مش عارف مين، انا ما يخصنيش. انا يخصني يا باشا مع احترامي ليك، انا معايا جنيهين تعالى يا عم اسلام اطلع دق لي. انا ما اطلعش يا عم خاطر بنفسي اطلع ادق 12 غيه 12 متر يا عم 15 متر اللي خلينا مؤاخذه بالكلمه بدق للناس. اجي لما اقول لك يا فلان اجي ادق لك، انت ما قصدتنيش عشان اجي ادق لك ولا اقف معاك في حاجه. واللي هو بيتكلم بيقول لك ما حدش جالي، انا رحت وكنت واقف معاه في يوم واحد وما انكرش ده. ايه يا عم في ايه؟ طيب. انا لما قلت كلمه اقول كلمه حق بالمحبه كده لجيرانه، قول رساله لاخواتك وحبايبك. يا عم صدق بيه، كل جار كل ما هو جار. لا 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 محمد رسول الله. ربنا بنجيب الحمام يا عالم، هو اصلا مش بتاعنا يا عالم، راجع ولا مش راجع عشان انزل اخسر واحد زي ابو وجع عشان خاطر فرد حمام بناقص منه. ليه يا عم عشان خاطر فرد حمام؟ ما لسه بقول احمد دلوقتي اكيد اللي زعلان منك انا ابوجا عشان فرد حمام. انا مش زعلان من ما هو زي ما فرد الحمام مفيش حاجه بتشغلني وانا عامل ده كله عشان فرد الحمام اللي هيزعلني. انا بزعل من البني ادم كطبعه، ومفروض اي بني ادم خلق ربنا انا صاحب حاجه اقول بسم الله ما شاء الله. يحب لك الخير، يحب لك الخير، يقول لك الف بارك. يحب لك الخير، يحب لك الخير يعني. يحب لك الخير، يحب لك الخير. يعني انا مش محتاج حاجه زي ما قلنا كله بالفلوس. محدش محتاج حاجه، دي في الاول وفي الاخر غيه مزاج. بس اهم غيه حاجه مزاج. ليه ايه كلمه مبروك ما بتعمل عندي دي بالدنيا مفروض. بس لكن انا فعلا كل حاجه. واللي عمل الطبليه ده راجل محترم صنايعي اسمه محمد فتحي عندنا في عرب راشد، ابو الصناعيه في النضاره محمد فتحي وجمال كفته وبقيه الرجال بتاعنا. يا باشا احمد عباس واجهة بلدنا، واجهة عرب راشد، يعني راجل 10 في 10 وربنا يسترها عليه. تمام تمام. استناك تشرب الله يا ابو عباس. ماشي حبيبي يا مناع. بقول لك ايه يا مناع، صباح الفل عليك يا باشا. نهارك ابيض يا باشا، احلى صباح عليك. عاوزين تبارك لاحمد عرباوي عامل غيه 10 في 10 بسم الله ما شاء الله. وعمك احمد عمك احمد عامل الشبكه بتاعتها اللي احنا كنا فاردينها دي. اللهم صل على النبي. شفت الراجل بيحب لك ازاي. اي حد غاوي يا احمد بيحب لك الخير يا احمد. ربنا يبارك لك. انا شفت الدعوه دي احلى مناع في الدنيا ان شاء الله بامر الله يا اخويا، بامر الله حبيبي مناع. شفت الناس كلها بتحب ازاي الخير للناس كلها ولا يشغلك اي حاجه. الناس زي ما اخويا مجدي لا مزيكا يؤمن قال احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب. بالظبط كده. اخونا مجدي مزيكا قال لك كلمه حلوه، حب لي الخير زي ما احب الخير. السلام عليكم ابو كريم. ازيك يا ابو كريم، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الله يعزك يا ابو كريم، الله يكرمك. الله ينور عليك يا مجدي في الكلمتين اللي انت قلتهم دول، انت واسلام شاكوش. ربنا يبارك لك، احلى شاكوش في الدنيا واحلى مزيكا في الدنيا، وربنا يتممها على خير ان شاء الله لاخونا احمد ان شاء الله. عباس لو عزنا في اي حاجه ان شاء الله. الله يبارك لك. كل خير يا صاحبي ويصلح له حاله يا رب. اللهم امين يا رب. محدش بيحب الخير يعني الناس. احنا دايما بنقول انا والله انت عارف انا ببتدي ايه احلى صباح عليك. انا ببتدي دايما بقول لك احلى تحيه لكل الغوايه مزيكا داخل جمهوريه حلوان وخارج جمهوريه حلوان. بقول لك يا ابو وجع سيبك من ده كله، انت راجل شبشبك يشرف بلد. الله يبارك لك، انت راجل محترم. مظبوط وراجل محترم، وانا من الناس اللي انا بحبها وبعشقها في الخير كده سبحان الله. في ناس ما بتتقبلش كده سبحان الله. مزيكا انا بعتب عليه برضه في بقين. ايوه المعلم مزيكا جاب لي حمامتين معصفرات محمد بقول عليهم جمعيات ينفع. بص يعني انت راجل غاوي. بص عندك بص المحبه يا جدعان، بص المحبه يا جدعان بتاعت السوق بتاعت حلوان. هي دي اللي انا بحاول. خلي بالك اقسم بالله الناس اللي متسافره متغربه بره بتتمنى الفيديو ده اللي هي تكون في وسطينا. اسمع مني يا عم محمد، انت راجل كبير واكيد متغرب، انا جربت الغربه.
فيديو لما بينزل من كده كل اخواتنا وحبايبنا المغتربين بيشوفوا الفيديو من اوله لاخره، يقولوا لي احلى حاجه فيك يا ابو هوجن اللي انت بتعيشنا معاك الحلوانيه. الله اكبر عليك. الله يبارك لك يا عم محمد، الله يبارك لك. هي دي الروح المحبه وهي دي الاخوات اللي احنا بنتكلم فيها. الله يبارك لك. اللي هو ده حقه كده يمسكه. هي دي يا مزيكا. الله ينور عليك. انا كل اللي عايز اقوله للغاويين حاجه واحده، عايز الغاوي يبقى غاوي سواء في العشه. الغاوي اللي طاير حمام يركن ولا طاير حمام يبوظ الحمام ده مش غاوي. طب صلي على النبي، صلي على النبي. انا كده عرفت الناس زعلانه منك ليه. ثواني بس، ثواني. ما عندوش برد حامي يا عرباوي افهم بقى، عرباوي. انا كده زعلت منك، عرفت ان الناس بتزعل منك ليه. انت حد قوي في كلامك. انا راجل كل غاوي اعرف مفاتيح. عايز اتفرج على حمام. طب اسمع مني بس، اعرف مفاتيح الغاوي المصري وافتح. الغاوي المصري دايما يقول لك ايه؟ انا عندي احلى حمام. تمام. واحمد ما بيعرفش حاجه في الحمام ولا الحمام احسن من حمام. طبعا. فمعلش بالراحه. انا عايز مجال، انا عايز كده. مصر كلها بتشتكي يا احمد من المجال، بس مش حلوان بس. ناس بتطير كتير يا عم مصر كلها دلوقتي حاليا بتشتكي من المجال. بص خصوا مع الكل، بس في حاجه اسمها اصول يا جدعان. استنوا لما الجو يسقع والدنيا تسخن شويه. عندي حمامتين بيمشوا وانت ما عندكش حمامتين بيمشوا، استنى عليا لما امشي الحمامتين. فاهمني؟ في حاجه اسمها اصول، المتربع على الاصول بيفضل عليه. يا عم خير ان شاء الله. خير. الاصول شرعيه. اصبروا بس لما الجو يسخن شويه والجو يسقع يا جدعان، كله بيسخن. احمد نجح معانا؟ لا احمد نجح اهو قاعد اهو. احمد نجح قاعد اهو. اسمع بقى، بص انا كنت عامل كام زغلول بيروحوا فين؟ عاملين بتاع 15 زغلول كانوا بيروحوا فين؟ بخش حلوان بلد كانوا لسه بايه؟ كانوا لسه زغالين ميه بتوش. على حق مزيكا. الحمد لله. واليومين الجايين دول بفاجئ الناس اللي انا عامل حمامتين وبقولها قدام الناس كلها انا عامل حمامتين واحده ومستني يا عم لا مؤاخذه بكام. مش هقول لك خصمي، ماليش اخصام، الناس كلها حبايبي واخواتي. خصمي دي كلمه اصلا ما تستاهلش الواحد اصلا يقول خصم. احنا خصم في الجو لكن يا عمي في ولا الشارع في الجو. تحت. انا لو واحد جالي على فرد حمل غاب بيتي وحياه بيت ربنا لا انزل الدور. دي حقيقه. انا ما محتاج حبيبي يا عم محمد. غاوي على حقه والله، مش غاوي. الله يبارك لك يا عم. من الاخر بقى ما اجيبش واحد جايب لي شويه خرده ويستمرهم لي يقول لي ده انا غاوي وانا لا يا عم، احنا كلنا بنكمل بعضينا. ابو جنب بيكملني واسلام بيكلمني والسعيدي بيكملني واخويا احمد بيكملني، ما فيش حد ما بيكملش حد. صح. يعني هي بترجع لمؤاخذه بالكلمه لاساسيات. وعندك راجل كبير زي ده، يعني انا اول ما طلعت في السوق لقيته هو كان مولود انا مولود في عرب راشد وما اعرفش هو غاوي حمام اللي هنا. تمام. انا ما كنت بسحب كده هو غاوي حمام، ما عرفتش اللي هنا قاعد جنبي في عرب راشد وما اعرفش. يعني شوف انا بقول لك يا دي اخويا ملاش، يعني ما بيزعلش ناس ومارسها فرد حمام. الله يبارك لك. ربنا يحبب الناس كلها في بعضيها. اللهم امين. واحلى في الحمام اللي هو بيعرفنا على الناس الحلوه، لان هو رمز السلام في العالم كله. دايما في اوروبا وفي الصين بيجيبوا لك فرد حمام، رمز الحمام في العالم كله، بحيث اللي احنا بنقدم رساله للناس اللي بره مصر بتتفرج على الحلوانيه، مش عاوزين حد يشمت فينا او حد يفرح فينا. اولا موضوع المجال، مفيش مجال وفي كركبه على الحمام، مش في حلوان بس، في مصر كلها بمحافظاتها. انا كنت ببيع زغاليل وكانت بتجيلي بتصفر. ايوه حصل ولا ما حصلش؟ حصل والله حصل. بس بتصفر في الطاجن، والله بنزلهم لهم في الطاجن. الله يبارك لك. قسما بالله. عشان انت غاوي جمعيه يا محمد. بنزل الزغلول في الطاجن، استاذ جمعيه، يربيه عنده ويدشره ويرجع لي تاني. طيب احنا دلوقتي بقى المجد مزيكا رساله لاخواتنا وحبايبنا الحلوانيه. وانت شهادتك مجروحه في حلوان عشان انت راجل حلواني وشاكوش نفس النظام حلواني. عاوزين نقدم رساله، ممكن الزرق تتشال من الطبالي؟ لا ازاي؟ ما ترد عليا. لا الزرق ده ليهم لفت. لا تشال من الطبالي بقى ايه لا مؤاخذه بالكلمه، ترجع تعتب للناس. انا عندي زغلولتين جمعيات، لا يا عم انا عندي 50 زغلول جمعيه، بعمل حته لفت تحت وبعمل يا عم لا مؤاخذه بالكلمه على عرق، ولو ما قدرتش اعمل له رف يا باشا خرجته يا عم استنى، ولو انا ما قدرتش وهم في العرق ومضايقني اعمل رف من العرق برضه واعمل لهم مصطبه تحت. تمام. منهم برضه في الغيه، بس منهم بيحطوا تحت. بقول لك ايه يا مزيك، تقول لي شاب زي ده عاوز يعمل طبليه ويحطها على لحم السطح على قده 2 في 2، ينش ايه في الطبليه بتاعته سواء حلواني او بره حلواني؟ يحط ايه الحمام؟ في ناس بتسترخص شويه فرد حمام الاسترالي، بس بص الصغير الاصول ايه؟ لا الصغير ما بتعتبش عليه، على حسب دماغ الواحد بيقلي ايه. بيحب الحمام ثواني بقى، ثواني بيجي لي الكلام ده من على شباب صغير، بحب الحمام كله يا ابو هوب، فبقول له لا. انا عن نفسي لو هبدا وعندي اخ صغير وانا على الغوايه على قدي، هجيب له مؤاخذه مع احترامي ليك زغلولتين جمعيات.
حلو. هتجيب له زغلتين جمعيات ليا مجدي عشان دمهم حامي ومش هيقعدوا معاه كتير، ومهما يقرص عليهم ولو حطوا في حته مش هيحطوا على العش. بالظبط في كده. غوا يقول لك لا انا هجيب 2 شوامات منهم يبقى تقال كده ويفضلوا جنبه، لا دول هيتضربوا منه لان هو هيدشمنهم خالص. ماشي. خلصنا الشاب الصغير كابتن محمد او كابتن احمد عمل طبليه 2 متر في 2 متر وغاوي ايه عاوز يحدش حمامتين. خلينا في احمد فرخ. ازيك يا احمد عامل ايه؟ خلينا في احمد فرخ. تمام. عاوز ينش، عمل مثلا 4 جناب على قده 2 في 2. يحط ايه بقى في ال4 جناب؟ احنا خلاص قلنا على السلخه من تحت لفت، اعمل عشه وليهم خارجه وحط لك شويه زرق فيهم. على قده هيجيب مخمسين ولا حاجه كانهم بيبان عنده. تمام. هيجيب مخمسين. الخطوه الثانيه جاب ال4 جناب، عمل المخاميس وهيحط كل فرد في باب، صح كده؟ حلو. او كل زغلول في باب عادي لحد ما يكشف معاه الطير. مصطبه صغيره، حته مصطبه 2 متر في 2 متر. تمام. فاهمني؟ برضه ايه لما الزغاليل برضه تشد حيلها شويه يبقى هم مدفين بعضهم كلهم في المصطبه عادي يا عم. تمام. يبوب عليهم كل زغلول في باب، 8 بيبان مش هيعملوا معاه الصح. الله ينور عليك الله ينور عليك يا مزيكا. يطلع الله 8 ينور عليك. حمامات ولما ربنا يرزقه كده ويطلع 8 تاني زيهم. تمام. وربنا رزقه عمل 4 حمامات. احسن ينور عليك. بغاوي بالاونطه عامل لي ريش وبينزل ينام على البيوت. الله ينور عليك. هي الله بس ينور هي عليك يا بتيجي مزيكا. واحده واحده يا بوجا، مفيش حاجه احتراما بتيجي مرة للاذان، احتراما للاذان، كتر خيرك ومشكرين يا رجاله ليكوا واحلى رجاله واحلى حلوانيه في الدنيا. صباح الفل يا رجاله، نهاركم ابدا ان شاء الله. احلى صباح عليكم حقا وصدقا ويقينا لله اكبر الله اعظم والعزه بالله عشان خاطر صوت الاذان. صوت الاذان خلاص متهيألي كده ده التقرير بتاعنا. فرحه لاخونا احمد العرباوي غي 10 في 10. فرحه لعم ابو ايمن كمان عامل شبكه الامراء 10 في 10. احتراما للاذان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا احلى ناس في الدنيا والله. ابو هوجن